لو كلوب إيكو. واصل معكم في لو كلوب إيكو، نحكيو على قطاع النسيج، وحاضر معنا في الاستوديو رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس سي هيثم بوعجيلة، نجدد لك التحية. وينضم لنا بالتليفون سي رضا عياد. سي رضا هو رئيس مكتب المنستير للكونكت في قطاع النسيج. سي رضا، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بالساده المستمعين. شكرا لك. وسي هيثم اللي معاك اليوم واللي يعتبر ايقونه من ايقونات قطاع النسيج في تونس. شكرا سي رضا. سي رضا، حكينا على مشكل التشريعات كمشكل الاولاني اللي واحد من المشاكل اللي يعترض قطاع النسيج. انتم كشركه تخدموا بالاساس على السوق المحليه. اهم مشكل بالنسبه لكم انتم هو المنافسه نتاع البضائع اللي داخله بصفه غير قانونيه للتراب التونسي. وهو كذلك اليوم قطاع النسيج احنا بصفه خاصه معنا في القطاع النسيج، ونقول حتى في قطاع الاهلال في جميع القطاعات، حتى كي نحكي على قطاع النسيج نحكي على توتين شين دو فالور. توتين شين دو فالور اللي تبدا من الامبورتاسيون دو فيل تكستيل حتى للكوميرسياليزاسيون من بعد والبيعان وكل شيء، يعني من الامبورتاسيون باش يخدم القماش سواء تريكوتاج ولا تيساج، من بعد باش يتعدى للتنتور، من بعد باش يتعدى للخياط، الشركه بتاع الخياطه اللي باش تخيط وتعمل لي زارتيكل نتاعها، ومن بعد باش يتعدى للديتايون ولا للجروسيست، ومن بعد فما شركات اخرى يمكن باش اللي تخدم في الاكسبور واللي تخدم في المارشي في السوق المحليه. هي يمكن المشاكل اللي حكى عليها سي هيثم، يعني نشتركوا في برشا مشاكل معناها مع بعضنا، لكن ثم قطاع النسيج المحلي يعاني من مشاكل من المنتوجات، نقول المنتوجات اللي داخله بطريقه غير قانونيه وغاليه السوق المحليه، تجي على الحدود، تتهرب على الحدود، تدخل من الجزائر، تدخل من ليبيا، ما نعرفش الطريقه بتاعها كيفاش تدخل، المهم تلقاها موجوده في السوق المحليه. المنتوجات هذه اللي تتباع قبل المنتوج المحلي. أنا كمصنع نقول مصنع محلي في البلاد هذه قاعد ننتج وعندي خدامه وقاعد نخلص في السيناسيس وقاعد نخلص في ليزامبو نتاعي افيك تو لي شارج كي اكزيست معناها عندنا، والاخر لا خلص ديوانه لا خلص قبضه لا خلص حتى شيء، وتلقى البرودوي نتاعو موجود جابه موجود في السوق دو تيل فاسون يتباع ارخص من المنتوج نتاعي. فهمت؟ شكون الكونسوماتور شنو باش يشري؟ الكونسوماتور يحب على يحب يلبس، فما منين باش يلبس؟ فما زاد نحكي حاجه اخرى، فما الفريب زاد الفريب اللي قضى على برشا منتوجات تونسيه، فما برشا الشعب التونسي قاعد يشري من الفريب، ما عادش يمشي للسوق ولا يمشي لمجازان باش يشري معناها كان بالمناسبات يشري في المنتوجات المحليه بالمناسبات. سي رضا، بالنسبه للبضائع اللي تدخل بصفه غير قانونيه للسوق التونسيه، كأنت معناها ناشط في هذا القطاع، حسب التقريب قداش تمثل؟ قداش النسبة اللي تمثلها من السوق؟ والله نسبة كبيرة برشا، ما نجمش نعطيك شيفر اكزاكت، خاطر ديما هذايا نقول قطاع موازي موجود في البلاد، اما شيفر اكزاكت ما نجمش نعطيه. لكن بالنسبة لكم انتم تحسوها؟ نحسوها. انا كي نشوف البرودوي اللي جاي من برا قاعد يتباع واللي مهرب بطريقه غير قانونيه واللي معناها موجود في السوق وقاعد يتباع، واللي المنتوج نتاعي منتوج تونسي مش قاعد يتباع، الوغ لا جو دوموند معناها حتى نقول سي معناها السوق وفات قطاع التكستيل وفات، ونو سولمون مش هذا برك احنا نحكيو توا على منتوجات، احنا الأقمشة القماشات اليوم اللي قاعدين نخيطوا بها في البلاد ونعملوا بها في البلاد، ولات انا تدخل حتى بطريقه غير قانونيه. اكثر من هذا فما اتفاقيات موجوده مع بلدان عربيه يمكن اضرت بنا احنا، يعني قماشات ولات تدخل لتونس ارخص من اللي ننتجوها احنا. فهمت؟ ما تنجمش انت كي تبيع القماش نتاعك باش تدخل ان كونكورونس وتنافسها، ما تنجمش. منين مثلا يجينا قاعد القماش؟ مصر؟ بالضبط مصر. يعني فما برشا ناس توجه تجيب القماش من مصر، ما عادش يساعدها باش تنتج معناها هي القماش اللي عندها في المصانع نتاعها، ما عادش تنجم باش تبيع، ما عادش تنجم باش تنافس، يعني تجيب في المنتوجات المصريه هذه في الأقمشة المصريه وقاعده تدخل للبلاد والناس قاعده تستعمل فيها، فما ناس قاعده تهرب في الأقمشة بطريقه اخرى، يودي يحط لك عليها الماركه بتاعه بلا هي مصنوعه في البلاد ضربه واحده، فهمت؟ ويعديها بطريقه قانونيه.
تبقى معنا سي رضا بعد اذنك، تبقى معنا لانه نقاط مهمه اللي اثرتهم نحبوا نتناقشوا فيهم هوني في الاستوديو. امالي اذا كان عندك تعليق. لا خاطر جوست اون بوتيت بارونتيز، وعلى خاطر هو قال لك الملابس المستعمله اون فيت اسكو المنتوجات التونسيه، خاطر احنا نعرفوا باللي طاقه لو بوفوار داشا معناتها نتاع التونسي ضعيفه، معناتها ماهيش كبيره، دونك يمشيوا للملابس المستعمله. هل انا المنتوجات التونسيه حتى للطبقه ديزون مش طبقه معناتها الطبقه المتوسطه اللي اقل متوسطه اكسيسيبل؟ هذا هو زاد احنا اللي نحبوه، معناتها انه المنتوج التونسي يكون اكسيسيبل لو تونيزيان تري مويان، جو نديري با مويان، تري مويان. تفضل سي رضا. هي ان نرجع لكم، احنا نقولوا في قصر هلال. قصر هلال وقت اللي نحكيو على الخياطه والمنتوجات بتاع قصر هلال، باغ اكزومبل المنتوجات اللي توقع عندنا في قصر هلال اليوم، وقت اللي تشوف المعرض في قصر هلال وتشوف الايام التجاريه بلوتو في قصر هلال وتشوف قصر هلال قبله لجميع المستهلكين نتاع معنا قبل العيد الناس تمشي لقصر هلال باش تاخذ سكيفي اللي المنتوجات اللي موجوده في قصر هلال يعني في متناول التونسيين الكل، يعني باسعار مدروسه وباسعار نقول اسعار لا تقبل المنافسه. لكن الاشكاليه شنو هي؟ هاش نرجع لك باشكاليه اخرى عندنا زاده في الوقت. احنا كمصنعين توانسه نقول ننتجوا في المنتوجات المحليه، نحبوا نعملوا ماركاتنا الخاصه، ماركه تونسيه خاصه. اما الماركات اللي قاعده سي هيثم يعرف، اما ماركات تونسيه اللي قاعده تتباع معناها في العالم اجمع، ماركات انيفو انترناسيونال وصلت، ونخدموا حتى سي هيثم يعرف اللي فما الماركات العالميه تتخدم في تونس. احنا كتوانسه وكمصانع محليه نحبوا نعملوا، لكن اذا باش نوصل اني نعمل الماركه بتاعي، انت كدوله اني نطلب من الدوله اني تحمي المصنعين نتاعها وتحمي المصانع نتاعها من المنتوجات المهربه. وقتها نولي نجم نعمل الماركات بتاعي ونجم نوفر للشعب التونسي كما نقولوا والمستهلك التونسي منتوج محلي ذو جوده عاليه وذو معناها تنافسيه زاد نقول عاليه برشا، باش الشعب التونسي كل كي يلبس من منتوج بلاده. سي 19 كنا يلزمنا نستعملوا الميد ان تونيزيا، ما نقعدوش نستعملوا في منتوجات اخرى جايتنا بطريقه مهربه ويعلم عليها المنتوجات هذه صحيه ولا مش صحيه وشنو هي لي كومبوزيسيون بتاعها وكيفاش تعملت وكيفاش دارت وكل شيء. لا تعدد كنترول، لا تعدد حتى شيء. يتفاعل معك يعني يتفاعل معك سي هيثم. سي رضا يتفاعل معك سي هيثم بوعجيله. تفضل سي هيثم. انا ما نجمش نكون مش متوافق مع اللي قالوا على حمايه المنتوج التونسي، على حمايه لو ميد ان تونيزيا. بالطبيعه احنا اقتصاد مفتوح، معنا حتى مشكل مع اللي داخل ليغالمون، ولكن فما ابسط الاشياء هو حمايه ضد توسكي قيمه ديكلاري مصرح بها غير مطابقه للقيمه الحقيقيه قاعده تدخل هون. ندعو لمراجعه لي فالور توندونس على مستوى الديوانه، على مستوى القيمه، اداره القيمه. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى ندعو، هذايا هو قدامي محضر جلسه عملناه في وزاره الاقتصاد بحضور وزاره الصناعه وبحضور البنك المركزي وبحضور الهيئه التونسيه للاستثمار. ندعو للاجبار الموردين نتاع السلع نتاع النسيج والملابس سواء أقمشة ولا ملابس جاهزة إخضاعها للاختبارات الفنية اللازمة في التوكسيكولوجي، في البرفورمانس اكسترا، كما معمول به في الدول لحماية المستهلك ولحماية البيئة ولي عدالة على مستوى السوق وعلى مستوى لا كوميرسياليزاسيون والتجارة بصفة عامة. نقطة مهمة أثارها توا سي رضا في علاقة بالاتفاقيات. يقول لك مثلا احنا القماش ولينا ما عادش نصنعوا في تونس، ولينا نجيبوا من الخارج. على فكرة احنا في وقت من الأوقات كنا أغلب مكونات المنتوج النهائي متاعنا يصير في تونس، لكن بفعل منافسة نجم نقولوا عليها برشا حاجات نتاع الخارج، برشا أنشطة اللي هي كانت دون لو كاد دو توت ان ايكو سيستيم في قطاع النسيج قاعدة تضمحل للي تلاشات، منها مثلا الخيط، منها غيرها من المكونات الأخرى. اليوم كوننا نجيبه في القماش من مصر ينجم زاد يقضي لك على المصانع اللي تصنع في القماش، وغدوة تولي ديبوندون، تولي انت رهين المنتوج الأجنبي في هذه. بربي جست باش نكمل سؤالك، معناتها احنا اون امون اون افال لان نجمنا نكدو مونتي اون غام ستيل كيما اللي صاير في تركيا، دو غران ديفيلي دو مود اتسيتيرا. وكان عندنا نتذكر كان عندنا المعرض
هذاك اون ايتي انويلمون نقدوا هذاك الواحد نتاع التيساج في الكرم، اون افي دي ديفيلي دو مود اللي كي ميتي اون فالور لي برودوي لي برودوي تونيزيان. هذه حاجه. وزاد التيساج من ولنا اون ايتي با تري فور في الفيل وفي التيساج. خليوني نتكلم شويه خاطر توا السؤالات كلها دخلت بعضها. لا خلينا في نقطه حكايه الاتفاقيات وخاصه الصناعات اللي تقضي لك على الايكو سيستيم معناها. واضح هذايا توا اكيد معناتها سكي سور معناتها هذايا ديبا معناتها الحقيقه مش نتاع درج ومش نتاع درجين. باهي بالنسبه للاقمشه سي سور لازمنا نحميو لو ميد ان تونيزيا، هذايا ما فيش شك. باش نحميوه بمراجعه القيمه اللي قاعدين يوردوا بها واللي هي احنا عندنا فيها شك كبير اللي هي سوز ايفالوي، وبفرض الاختبارات الفنيه وتوكسيكولوجيك وبيرفورمانس على لي امبورتاسيون. هذايا واضح، هذايا في التجاره العالميه معمول به، معناتها سي با بروبر على تونيزي ولا ماناش باش نعملوا احنا نسكروا ولا واحد. احنا باش نكونوا ذكيين وباش نكونوا عمليين وباش نكونوا علميين في العمل نتاعنا. بالنسبه للقماش ومصر ومش مصر وكل شيء راه باش نبداو واضحين. في تونس عندنا امتياز في صنع القماش في بعض لي زونيتي اكسبورتاتريس ولا لوكال، دونك الامكانيه موجود، الفنيات موجود، التكنيك موجوده والتكنولوجيا موجود. يرجع من بعد توت ان ايكو سيستيم نتاع انكوراجمون على الانفستيسمون، توت ان ايكو سيستيم نتاع فينانسمون غالي برشا، توت ان ايكو سيستيم نتاع رونتابيليتي دي زونتربريز. دونك هذا كله راجع بالنظر لليكيليبر وللمناخ الاعمال في تونس. اسكو احنا نجموا نحطوا دي جراند زونيتي نتاع صناعه الاقمشه. في بعض الاحيان عندنا شركات متوسطه ولا شركات كبرى تونسيه قاعده تصنع في قماشاتها وقاعده تستعمل فيها السيكل نتاعها جلوبال. فما بعض لي زونيتي عندنا في ولايه المنستير، عندنا في ولايه سوسه، عندنا في ولايه تونس، عندنا في ولايه صفاقس قاعدين يخدموا في النسيج نتاعهم في التريكو نتاعهم ولا في القماش نتاعهم. مي الغياب وين هوني كي نحكيو على مصر فما برشا تحفيز، فما برشا تشجيع، فما برشا تشجيع للانتصاب نتاع المصنعين، برشا تشجيعات للمصنعين، برشا تحفيزات للمصنعين. عندهم دي بريم على الاكسبورتاسيون، عندهم دي بريم على الانفستيسمون، عندهم تسهيلات كبرى، عندهم اقل ضغط جبائي، وعندهم زاد اتفاقيات مع بلدان، عندهم مع بتاع امريكا بتاع الولايات المتحده تدخل امور سياسيه بالاساس الولايات المتحده. مي راهو موش هذايا باش نحطوا الماء في الكيب. رانا احنا ونا لي مويان دو ترافايي في السيجمون بريميوم، في السيجمون دو كاليتي، في السيجمون دو لوكس، في السيجمون تكنيك. عندنا لي كونيسونس باش نعملوا هذا الكل. اليوم هيك علاش محتاجين الوقفه حازمه من السلطات نتاع بلادنا باش يشجعونا على الاستثمار، ينقصوا علينا الضغوطات الجبائيه، ينقصوا علينا الضغوطات المختلفه، ويخليونا مركزين على خلق الثروه، على الاستثمار، على التشغيل. على خاطر تلمون ولاو عندنا دي زامبريفو جايين اتور يا ترافير من كل شيره، ولا الوقت نتاع المسؤولين نتاع الشركات اللي متعدي في مجابهه الكوارث. ولات عندنا باش نعملوا لجنه نتاع مجابهه الكوارث نتاع الاخبار اللي طلعت لنا اغوش يا دروات من لوطه ومن الفوق ومن كل بقعه وطايحه علينا باش نجاريوها. دونك وقت اللي انت مصنع في مصر يدخل يعمل الشركه نتاعو ولا عنده اداره سلامه خالطه في جرته على الاوراق، ولا عنده فينانسمون فيه مشكل، وزيد عنده بريم على الاكسبورتاسيون، وزيد عنده تسهيلات الكلها، وزيد عنده الاراضي، وزيد عنده فبني، وزيد على هذا الكل اليد العامله نتاعهم ارخص منا برشا. معناتها هذا الكل والانرجي الغاز والالكتريسيتي كلهم، الالكتريسيتي الغاز ابوبخي ثلث نتاعنا التكلفه نتاعهم. معناتها هذا كل ما عادش يعطينا تنافسيه. دونك احنا بالعكس احنا نحبوا نخدموا في سيجمون نقولوا احنا عندنا ريسبونسابيلتي سوسيال، عندنا ريسبونسابيلتي انفيرونمونتال، احنا ناس نحبوا نراعيو البيئه، نراعيو السياسه الاجتماعيه، ونحبوا نخلصوا بالكدا. مي اون كونتر بارتي يلزمنا مناخ نتاع اعمال يوفر لنا كونفور انتليكتويل بسيكولوجيك اللي يخلينا مركزين على الصناعه. احنا رانا نعاودها قلتها في الاذاعه الوطنيه، صناعيين وطنيين خالقين للثروه، خالقين للانتاج، وعندنا امتياز. راهو احنا في الكاليتي وفي البوزيشنمون تاعنا كاليتاتيف، بوزيشنمون تاعنا نتاع الكرياتيفيتي في السيكتور تكستيل، اوني بوزيشني بوكو بلو هو كو مصر. هما عندهم لا ماس
عندهم لا بوبولاسيون وعندهم التشجيعات على الاستثمار وعندهم التشجيعات على التصدير اللي احنا اندثروا نهائيا، بل بالعكس ولينا نعنيو في تشريعات، ولينا نعنيو في ضغوط جبائيه من كل حدب وثوب، لدرجه انه قلت لي المشاكل ما فماش نقل عمومي، معروفه الجوده نتاع النقل العمومي في تونس، لدرجه كونه انت اليوم وقت اللي شركه تتحمل المصاريف والاستثمار في وسائل النقل وتشغل شوفره باش يهزوا العملاء والاطارات والعاملات وكل شيء، يجيو ويتاكسيوك ويقولوا لك تعطي في افونتاج اون ناتور. معناتها انت يلزمك تقوم بالدور نتاعك في الصناعه، بالدور نتاعك في التشغيل، بالدور نتاعك في الجبايه، وتزيد تعمل النقل وتزيد تتكس عليه، وحتى كان تعمل اون كونتين وتعطي للعباد ماكله في الكونتين يقول لك اجا خلص عليها تاكس. هل هذا معقول؟ من بعد نحكيو على تنافسيه؟ قلت لي حاجه هيثم حكينا فيها، قلت لي حاجه زاده، قلت لي اني جوست معز خلينا نرحب بك. سامحني قلت لي سي دي دي معز حديدان اهلا وسهلا مرحبا. سامحني قلت لي نو سوم دي احنا دي زونتربريز كيما قلت البارح اوني احنا لي زونتربريز احنا ولينا سي دي دي، ما عادش سي دي. كيفاش سي دي دي؟ ولينا في نطاق التغيرات الجيوسياسيه الكل، وفي الانستابيليتي وفي اللي صاير وفي البيس دو بوفوار داشا دي كونسوماتور اوروبيان ولي كونسوماتور في العالم والاوبئه والحروب والكذا، ما عادش نعرفوا، ما عادش عندنا سيرتيتود على لي مارشي. دونك وقت اللي ما عادش عندك سيرتيتود ما تعرفش انت شنو قدامك، اسكو سافا لي الكارنيت كوموند باش يكون موجود ولا هذا ما نعبر عليه بالسي دي دي. ولينا ما عادش تعرف انت عاملين دي بيزنس بلان، عندك دي زيكيليبر فينانسيي، عندك جبايه نوع واضحه كانت فيها 15% جبايه على الربح، فيها 10% على الديفيدوند، و3% اللي كانت سي اس اس هذيك الكونجونكتوريل ولات رسمي. كانت كونجونكتوريل وفيها قانون وفيها كل شيء يا اخي، ولات رسمي يا اخي. في نوفمبر 2024 تخرج لنا الواد فينانس ريتروأكتيف رجعيه على 2024، ال 15 ولات 20 و3 ولات رسمي، وتزادت 2 كونجونكتوريل و10 على ديفيدوند هذا، و0.5 سي ان اس اس، وتكسيه منا وتكسيه من غادي. وانت تحكي على اللي صاير في العالم اليوم، العالم الكل قائم على موضوع الزيادات في التعريفات الجمركيه. يمكن بصفه مباشره مع الولايات المتحده قطاع النسيج يمكن ما يكونش معني بصفه مباشره، معني بصفه غير مباشره. عندك الاتحاد الاوروبي اللي هو ينجم يتاثر بهذه الحرب التجاريه، واللي هو البارتنير معناها اول شريك اقتصادي. العلامات التجاريه اللي نخدموا بها اللي هي اوروبيه، عندنا بها نعملوا بها تصدير نحو امريكا مباشره، ميد ان تونيزيا، نتاع علامات اوروبيه تخرج من تونس. انا اليوم الدور في المصنع تلقى هذه ماشيه لامريكا، هذه ماشيه لسان فرانسيسكو، هذه ماشيه لنيويورك، هذه ماشيه لميدواي، وكذلك العديد من المصانع الاخرى، ونتاثروا بها. وذلك علاش احنا نجموا نكونوا ذكيين حتى على مستوى احنا العلاقات، تسير العلاقات نتاعنا مع امريكا نجموا نكونوا ذكيين. احنا لو كان نجيو اليوم ونقولوا لامريكا تيان اون فا با فو تاكسي على الميد ان يو اس اي في التكستيل، هما ما عندهمش ميد ان يو اس اي باش تكون بسيكولوجيك، فهمني؟ باش يوليو نعطيهم 0%. ما عندهمش دبلوماسيه الاقتصاديه لازم تخدم، ما عندهمش هما ميد ان يو اس اي. تو نوليو احنا هاكا مانيش نتاكسيو فيهم على النسيج، واحنا نصدروا فهمني يعطيونا ريجيم بريفيرونسيال. معناتها هوني يلزمنا، ما همش يصنعوا، ما ينجموش يصنعوا النسيج في امريكا، لانه حتى كان يصنعوه باش يكون غالي برشا، واللي الامبورتاتور ما ينجمش يجيبه لانه غالي برشا، والكونسوماتور ما ينجمش يشريه لانه غالي برشا. اما هي حقيقه الميدان ما فماش ميد ان يو اس اي، قليل ياسر في التكسيل، ان توكا حاجات ما لها معنى. دونك هما ديجا يصنعوا في المكسيك ويصنعوا في جنوب شرق اسيا وتاثير لا لوا سور لو ترافاي تومبورير على القطاع نتاعكم، اسكو باش يكون عنده تاثير القانون هذا؟ القانون هذا بون احنا نقولوا مازال على مستوى مجلس النواب فيه نقاشات، فيه ذكاء تونسي، فيه ذكاء جماعي، نعملوا برشا على الذكاء نتاع حكومتنا، الذكاء نتاع سلطتنا، والذكاء نتاع مشرعينا باش يتعاملوا بالقانون هذا، يخليوا فيه الباهي، ينحيوا منه الخايب، ويزيدوه حتى حاجات باهيين. علاش لا؟ فما حاجات اخرين نجموا نطالبوا بهم في القانون هذا. هاو نعطيكم مثال، المغادرة التعسفية للمؤسسة. أنا مؤسسة كونت عباد، عمال، فنيين، إطارات، مهندسين، مديرين. اليوم في القانون الموجود اليوم ما عندي حد شيء يحميني يا خويا، أنا متشبث بالناس اللي كونتهم، بالناس اللي نخدم فيهم كمؤسسة.
نحبك تحط لي في القانون هذايا البريافي نتاع 3 شهور و4 شهور و5 شهور و6 شهور باش يغادر بعد ما يعدي البريافي نتاعو ويعدي الباساسيون نتاعو، والمؤسسه ما تتاثرش اقتصاديا واجتماعيا، خاطر كي المؤسسه تتاثر اقتصاديا بالمغادره التعسفيه شنو يقع؟ تتخلخل، وكي تتخلخل يولي فيها خطر عليها. دونك حتى هذه فيه محافظه على مواطن الشغل. هذه من ناحيه اخرى. من ناحيه الاخرى احنا في قطاع النسيج راهو باش نكون شاذ ويحفظ ولا يقاس عليه. احنا معناتها بخلاف الحراسه والتنظيف راهو 90% ان توكا من لي زاديرون تاعنا ما يتعاملوش بالمناوله، فهمتني؟ دونك هذا زوع في فنجان بالنسبه لنا احنا المناوله بتتر في قطاعات اخرى. انا نحكي على قطاع النسيج اليوم، هذا معناتها متفاهمين فيه. متنون تجي تقول لي سي دي دي وسي دي اي، انتم نعرفوا كلنا عايشين في تونس، عايشين في تونس. وقت اللي انت تدخل احنا قاعدين ديجا اغلبيه المؤسسات قاعده تعمل في الفورماسيون هي بيدها نتاع لي زوبيراتريس لي زوبيراتور نتاعها، فنيات والفنيين، اون ريكروت من اليونيفرسيتي ديريكت، نكونوا العباد مده 6 شهور عام ونص وما نستناوش منهم روندمون، نقولوا لهم تعلموا الخدمه. هذه هي راهو الصناعه وحقيقه الصناعه. دونك احنا بطبيعتنا محتاجين الفتره محترمه، محتاجين الفتره محترمه باش نعرفوا قيمه البشر، وباش نعرفوا اسكو متوالم ومتاقلم مع الميتي هذا ولا لا. هو بيدو ساعات هو اللي ما يعجبوش يخرج وحده، يقول لك الخدمه هذه ما تساعدنيش، فهمتني؟ دونك في الخضم هذا كل فما نقاشات ذكيه لازمها تتعمل مع المشرعين، مع الحكومه، مع واضعي القوانين. فما حتى اشكال، رانا احنا الناس عندنا مسؤوليه مجتمعيه. هذه زاد هالقرارات كي تجي من غير حوار وتجي صفه رجعيه وتجي كذا يقع فيها مس من الثقه. دونك نعطيك مثال. انا اجتمعت خاطر احنا في الجامعه عندنا زاد لو بول بروموسيون نتاعنا. دونك احنا بروموسيون اش معناتها؟ بروموسيون بور لا تونيزي، نوريو في صوره تونس، في الانتاج تاع تونس، في الاكسيلونس تاع المنتوج التونسي، في الاكسيلونس نتاع الفنيات التونسيه والفنيين التوانسه والاطارات التوانسه والعاملات والعمال التوانسه اللي نجموا يخلقوا ان برودوي كاليتاتيف. دونك نخدموا برشا على البروموسيون تاع ليماج تاع تونس. كي نخدموا برشا على البروموسيون تاع ليماج تاع تونس، في خضم هذا نتلاقاو بمستثمرين يقصدونا باش ياخذوا فكره على الايماج، على البيي، على مناخ الاعمال هكذا. انا قبل العيد توا يا 3 سمان تقابلت مع ان فيس بريزيدون دون مولتي ناسيونال تعمل 20 مليار دولار شيفر دافير. السيد هذايا يخدم في المغرب في 27,000 إنسان يحبوا يوسعوا نشاطهم في تونس. جاء الفيس بريزيدون وجاء لو ديريكتور جينيرال ريجيونال، استدعيناهم للعشاء وقعدنا معه. قال لي رانا جاتنا اون نوتيفيكاسيون ريغلومونتير، فما قانون يحد من الفلكسيبيليتي ومن المرونه في تونس. احنا راهو في السيكتور تكستيل تكنيك بور لوتوموبيل، القوه نتاعنا المرونه، حتى بسيكولوجيكمون نبداو مرتاحين. انا غدوه يتسكر عليا مارشي زيرو، ما عادش فيه تصدير، ما عادش فيه طلب، شنو نعمل؟ يلزمني المرونه، فهمتني؟ دونك هذا القانون كي يبدا مش مدروس مليح، كي يبدا ما فيهش تشاور، كي يبدا ما فيهش تلاقي على المصلحه الوطنيه الشامله، ياثر على الاستثمار، ياثر على النوايا وياثر على اليومور نتاع الاستثمار. وانتم تفهموا اللي البسيكولوجيه نتاع الاستثمار والانسان اللي يحس روحه مرتاح في وجهه من الوجهات، التراست والثقه هما اللي يبنيوا الاعمال، هما اللي يبنيوا النمو، هما اللي يبنيوا التنميه. شكرا لك سي هيثم بوعجيله رئيس الجامعه التونسيه للنسيج والملابس الجاهزه. نحب زاده نشكر كان معنا بالتليفون سي رضا عياد عن المكتب الجهوي بالمنستير الكونيكت. شكرا لك سي رضا ويعطيك الصحه على المساهمه. بعد شويه نرحب بمعز حديدان انضم لنا، خليوا المكان لزينب الباسطي في موجز ماضي ساعه ونص، وراجعين نحكيو على المنظومه البنكيه وبعض المخاوف بعد الاخبار المستثمرين والاستثمار، بعض الاخبار حول صعوبه استخلاص قرض لبي اش بنك. راجعين.